أهلا ومرحبا بكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تبدأ دراسات عليا في طب العيون. الإقليم الجنوبي يحتفل بالثامن من مارس في مدينة سجنيتي. امتحان الشهادة الثانوية الوطنية ينظم في الفترة ما بين 13 و 18 من مارس. صفقات النفط بين الهند وروسيا تقيد هيمنة الدولار. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيرها التركي بأنقرة. الجليد البحري يصل في القطب الجنوبي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. مرحبا بكم. بدأت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية بالتعاون مع مؤسسة فريد هولوس دراسات عليا ما بعد التخرج في تخصص طب العيون. وحضر المراسم الرسمية التي جرت اليوم 9 من مارس في فندق أسمرا بالاس المدير التنفيذي للمعهد الوطني للتعليم العالي والأبحاث الدكتور هايل محتون وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسة فريد هولوس وعضو لجنة مشروع كاتاراكت هيمالايا وأعمدة الكليات والضيوف المدعوين. وقال عميد كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية البروفيسور يمانس يوم إن الكلية شهدت حتى الآن تقديم دراسات عليا في 6 برامج، وعبر عن أمنيته الكبيرة بأن تسهم الدراسات المضافة والمبدوءة في الوقت الحالي في رفع كفاءة المتخصصين في مجال طب العيون ومكافحة مشاكل العمى وأمراض العيون الأخرى الظاهرة في البلاد. وذكر المدير الطبي في مؤسسة فريد هولوس الدكتور أندرو كاسلز براون أن المؤسسة تعمل لتمتين أعمال التعاون التي استمرت لفترة طويلة مع إريتريا، مشيرا إلى أهمية البرنامج في معالجة المشاكل العينية. وأوضحت الدكتور سنايت برهاني إحدى الحاصلات على فرص الانخراط في الدراسات العليا ما بعد التخرج أنهم انضموا إلى البرنامج بعد إكمال المتطلبات اللازمة، مشيرة إلى أن البرنامج يلعب دورا لا يستهان به في تطور طب العيون بالبلاد. في غضون ذلك وكجزء من المراسم الرسمية نظمت زيارة تفقدية إلى مستشفى برهان عيني. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية هي كلية تقدم التعليم النظامي المتمثل في الأسلوب النظري والتطبيقي بمستوى الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، علما بأن الكلية ظلت تقدم الدراسات العليا بمقداراتها الذاتية في مجالات الطب الباطني وطب الأطفال والجراحة وطب الرحم وعلم التوليد والكعبرة وكذلك علم الأمراض. احتفل الإقليم الجنوبي بالثامن من مارس في مدينة سجنيتي على مستوى الإقليم، وخاطبت الحفل الذي حضره كبار المسؤولين وممثلي المواطنين يتقدمهم قائد القيادة الوسطى العميد تخليك فلاي وحكم الإقليم السيد هابتيتس فاتيون ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم السيدة سنايت أفورقي، قائلة أن ما ساهم في نجاح وتأمين مسيرتنا هو ليس صمودنا القوي وحسب، بل أيضا مساعينا الحثيثة ومعنوياتنا الدافعة، داعية تنفيذ برامج التنمية والإعمار الوطني متسلحين بهذه القيم السمحة. وأوضحت بأن الإنجازات المحققة في مشاركة وكفاءة المرأة في المجال الأكاديمي من جهة ومن جهة أخرى في الحد من العادات الضارة والمتخلفة يدفع لمزيد من تحمل المسؤولية. ودعا حاكم الإقليم السيد هابتيتس فاتيون الجهات المعنية للعمل مانحا اهتماما أكبر لتنمية دورها في المهام الوطنية والاجتماعية وكذلك مشاركتها في المجال الأكاديمي وتعزيز الدورات المهنية وغيرها من المجالات. وقدمت المؤسسات في المناسبة كلمات تضامنية عبرت فيها بأن المساواة المحققة بوعي وعمل تزرع الفخر والاعتزاز. وتم تكريم طالبات الصف 11 التي حققن نتائج جيدة في النصف الأول من العام الدراسي الجاري، فيما قدمت فرقة القيادة الوسطى فقرات فنية وثقافية عكست ومجدت إنجازات المرأة الإريترية الإعجازية.
نظم سكان مديرية شامبوقو بمناسبة 8 مارس برنامج ترفيهي لقوات القيادة الغربية الذين ينجزون برامج تنمية فاعلة في مناطقهم. وذكر قائد القيادة الغربية العميد إيوب فسهايف في المناسبة التي حفلت بحضور رجال الدين والأعيان، ذكر أن المرأة الإريترية هي مصدر الصمود والبطولات الإعجازية، معربا عن تهنئته الحارة للمرأة الإريترية الباسلة. وقال حاكم إقليم القشبركة سعادة السفير محمود حروي إن الاحتفال بمناسبة 8 مارس مع قوات الدفاع الإريترية الأبطال تتسم بالفخر والاعتزاز، مؤكدا جاهزية إدارته لتقديم كل ما يطلب منها لإنجاح البرامج المنتظمة بهدف تحسين الاقتصاد الاجتماعي للمرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في كافة المجالات التنموية. وأوضح مدير مديرية شامبوقو السيد كحساي أسرات أن الدور المرأة الإريترية أبان الكفاح المسلح وفي مرحلة حماية السيادة الوطنية وإعمار البلاد يتسم بصناعة تاريخ شامخ وناصع وبطولات إعجازية، مشيدا بالخطوات النبيلة التي اتخذها سكان مديرية شامبوقو. ودعت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إقليم القشبركة السيدة إحدى يوهانس العمل كالعادة بوعي عالي وتنظيم قوي وبنشاط وهمة وبروح عملي لمواجهة برامج الإعمار والتنمية الوطنية الضخمة. وناشد المقدم أدحن محاري الذي ألقى كلمة مماثلا قوات القيادة الغربية التي تنشط في إنجاز برامج تنموية في مديرية شامبوقو، ناشد للتركيز على الأجيال المتعاقبة من أجل حفظ وإبراز المصالح التي حققتها المرأة الإريترية باستشهادها ودفعها القالي. وحفل البرنامج بفقرات فنية وثقافية قدمتها الفرقة الفنية التابعة للفرقة 21. أعلنت مدير مركز التقييم والتقدير في المعهد الوطني للتعليم العالي والأبحاث الدكتورة بسرات كوبرو عن تنظيم امتحان الشهادة الثانوية الوطنية في كافة أرجاء البلاد ومدينتي جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 حتى 18 من مارس الحالي. وأوضحت الدكتورة بسرات لوكالة إيرينا مشاركة 14395 طالب في الامتحان الوطني الذي يضم 12 مادة ويجري في 10 نقاط، بينهم 49.1% طالبات. وذكرت أن 89% من المشاركين في امتحان هذا العام هم الطلاب النظاميين الذين جلسوا على مقاعد التعليم في مدرسة ورساي كالو بيساوا والمدارس الفنية المنتشرة على كافة أقاليم البلاد، كما تشارك فيه 139 طالبة أكملت تعليمها الأكاديمي ضمن برنامج تعليم الكبار في نقاط أسمرة أفعبت ونقفة ودق أمحرة وعتكاليزان. كما يشارك 213 طالبا من منطقة إمباتكالا للمرة الثانية في الختام. أشارت الدكتورة بسرات إلى أن امتحان الشهادة الثانوية الوطنية يعد عملية تسهم في ارتقاء الطلاب من مستواهم الحالي إلى مستوى أعلى، موصية الطلاب للقيام باستعدادات ذهنية وجسدية، إضافة إلى ضرورة العمل بهدوء متبعين اللوائح الصادرة. تلقى 103 عامل في مدينة مصوع دورة تدريبية ل3 أشهر في الفندقة والطهي والإدارة المكتبية والمشاريع والقيادة بتعاون الكونفدرالية الوطنية للعمال ووزارة التعليم. وأوضح مسؤول الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم شمال البحر الأحمر السيد حبتة مريم تسفى ميكائيل في مراسم التخريج في 7 مارس أن الدورة التدريبية المنظمة في مركز تدريب العمال جزءا من عملية رفع قدرات العمال بالتنسيق مع شركاء. وأوضحت ممثلة المتدربين أن التدريب يعتبر آني ويسهم كثيرا في عملهم، متعهدة تقديم خدمات ناجزة. وأشادت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة في المناسبة بجهود الكونفدرالية الوطنية للعمال لتأهيل العمال. وقدمت في الختام الشهادات على المتدربين.
دعا مسؤول التعليم في إقليم عنسب الأستاذ كفلاي عند ميكائيل لتقوية الاستثمار لتعزيز كفاءة المعلم لإحداث تغيير نوعي في الخدمات التعليمية. وأوضح في مناسبة افتتاح نادي المعلمين في حقات يوم 3 من مارس أن أساس الطالب يتمحور في المعلم، ويتوجب على المعلم بذل الجهد لتنشئة طلاب منافسين وأكفاء. من جانبه أوضح رئيس جمعية المعلمين الأستاذ سيمون محاري أن على المعلمين العمل لتبادل التجارب والخبرات للدفع بالعملية التعليمية. يضم نادي المعلمين في حقات مكتبة ومقهى ومطعم وفندق. فاصل ونعد لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، بدأت العقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا تؤثر بشكل عكسي على هيمنة الدولار التي استمرت منذ عقود على تجارة النفط الدولية، إذ اتجهت الهند أكبر منفذ لروسيا للنفط الخام المنقول بحرا لتنفيذ معظمهم صفقاتها مع روسيا بعملات أخرى. وبدأ التشكيك في تفوق الدولار الذي استمر رغم الضغط بسبب المزايا التي تجعله مقبولا على نطاق واسع للأعمال التجارية بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وتقدم تجارة النفط الهندية أقوى دليل حتى الآن على التحول إلى عملات أخرى يمكن أن تكون دائمة، حيث تعد الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وأصبحت روسيا أكبر مورد لها بعد أن تخلت أوروبا عن إمدادات موسكو بعد الحرب في أوكرانيا الذي بدأ في فبراير من العام الماضي. وبعيدا عن روسيا، تعمل التوترات بين الصين والغرب أيضا على تآكل المعايير الراسخة للتجارة العالمية التي يهيمن عليها الدولار. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر إن موسكو وافقت على بيع إمدادات الغاز للصين باليوان والروبل بدلا من الدولار. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره التركي مولود شاوش أوغلو بعاصمة تركيا أنقرة. وقال أمير عبد اللهيان فور وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة أنه جاء ليعرب عن تعاطفه مع شعب والحكومة التركية في الزلزال الذي ضرب هذا البلد. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تعتبر أمن تركيا جزءا من أمنها، وأن هناك تعاونا أمنيا رفيع المستوى بين البلدين. جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود شاوش أوغلو حسب أو عقب محادثات جرت بينهما في العاصمة أنقرة. وأكد أن إيران تعتبر أمن تركيا جزءا من أمنها وتمتلك معها تعاونا أمنيا رفيع المستوى، كما أشار إلى وجود تعاون بين أنقرة وطهران في مجال مكافحة الإرهاب أيضا. يسعى العلماء جاهدين للحصول على إجابات بعد أن أظهرت الفحوصات الأخيرة انخفاضا قياسي في الجليد البحري في القطب الجنوبي يمكن أن تؤدي القارة المتناقصة إلى ارتفاع مستويات سطح البحر بشكل كبير إذا استمرت معدلات التآكل الحالية. ومنذ ما يقارب من 45 عاما ساعدت الأقمار الصناعية العلماء على تتبع مقدار جليد المحيط الذي يطفو حول ساحل القارة القطبية الجنوبية البالغ طوله 18,000 كيلومتر. منذ أن بدأت بيانات الأقمار الصناعية لم يكن هناك قط أقل من الجليد البحري المسجل في المنطقة مقارنة بالأسبوع الماضي. دراسة أخرى من عام 2016 تشير إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط باعتباره الخصم الرئيسي للجليد البحري، على الرغم من أنه لم يتم التصديق على ذلك بعد في هذا الكسر القياسي المحدد. تظاهر الآلاف في العاصمة الجورجية تبليسي ونظموا مسيرات أمام البرلمان على قانون الوكلاء الأجانب
الذي يقول منتقدوه أنه يشير إلى تحول استبدادي. وقد استخدمت الشرطة مدافع المياه وقنابل الصوت لإبعاد العشرات بعد اقتحامهم حاجزا حديديا يقيم على مقربة من البرلمان. وأقر المشرعون قراءة أولى لمشروع القانون الذي يلزم أي منظمة تلتقي أكثر من 20% من تمويلها من خارج البلاد بأن تسجل نفسها على أنها ضمن الوكالة الأجانب، وألا ستواجه غرامات باهظة. ويقول حزب الحلم الجورجي الحاكم إن مشروع القانون يمضي على قرار تشريع أمريكي يعود تاريخه إلى ثلاثينيات القرن الماضي، في حين يقول المعارضون إنه من شأنه الأضرار بفرض أو بفرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تبدأ دراسات عليا في طب العيون. الإقليم الجنوبي يحتفل بالثامن من مارس في مدينة سجنيتي. امتحان الشهادة الثانوية الوطنية ينظم في الفترة ما بين 13 و18 من مارس. صفقات النفط بين الهند وروسيا تقوض هيمنة الدولار. وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيرها التركي بأنقرة. الجليد البحري يصل في القطب الجنوبي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. ختام النشرة قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.